سلام، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى الف خير. مرحبا بكم في القناه ديالي. اذا كان عندكم اي سؤال تقدروا انكم تطرحوه تحت الفيديو او لا تدخلوا عندي الانستغرام. اذا نبداو في الموديل ديالنا. السلام عليكم ورحمه الله، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى الف خير. في هذا الفيديو غادي نشوفوا كيفاش نفصلوا ونخيطوا عبايه اولا بالاحرى كسوه لباس. فانايا كما كتشوفوا هذا هو اللباس. انا كنت خيطته للزبونه ديالي وعجب لها، ولات بغات واحد اخر بلون اخر. فهنايا غادي يكون عندنا الموديل على هذا الشكل كما كنشوفوا. عندنا هذه كنقولوا لها الجراره هكا. هاد الجراره غادي تكون طويله. عندنا الاكمام بلاستيك، وعندنا هنا الحزام اللي كيكون مخفي، يعني من الداخل كيكونوا عنده غير هادو، يعني كتنقصوا وتزيدوا كيف ما بغيتوا. وهنا عندنا كول داير، الكول داير عادي. هنا الفتحه كتختاروا لا بغيتوا ديروها من الظهر ولا بغيتوا ديروها من القدام، ولا المهم كيف ما بغيتوا. اذا انا هنايا كنت صورت الفيديو ولكن طحت للكاميرا وصدقت مسح الفيديو. يعني حركه بسيطه كتقدر تضيع لك كل شيء. اذا شوفوا معايا هنايا انايا طويت التوب ديالي على 4. هنا كنحتاجو 3 متر بطبيعه الحال ديال التوب. كما كتشوفوا هنا انا طويت التوب ديالي على 4. اذا هذا هو التوب مطوي على 4. فغادي نجي هنايا للراس ديال اللباس وغادي كيف ما كتشوفوا معايا هنايا بطبيعه الحال غادي نقاد التوب ونقص. غادي ندخل ب8 سنتيم ديال الرقبه هكا، 8 سنتيم ديال الرقبه، ونهود ب2 سنتيم ونرسم دوره الرقبه بهذا الشكل. غادي ناخذ عرض الكتف. عرض الكتف عندي فيه 40. غادي نشد 40 غادي نقسمها على 2 بحال هكا، وغادي نحطها هكذا. نحط نقطه ونزيد سنتيم ديال الخياطه. من هاد السنتيم اللي زدنا ديال الخياطه غادي نهودو ب3 سنتيم، لان حنا كنعرفوا بلي الكتف عندنا هاود. صافي. هنا غادي نقاد النقطه ديال العنق مع نقطه الكتف بواحد الخط بحال هكا. اذا انا رسمت جهه الرقبه والكتف. دابا انايا غادي نرسم التركيز. التركيز هو من الكتف الى الصدر، يعني طول الصدر. طول الصدر غادي نجي ونحط بحال هكا. عندي 26. نجي من هنايا غادي نحط 26، ونجي من هنا نحط 26 ونرسم خط بحال هكا. دابا غادي نمروا للحزام. فطول الحزام يعني من الكتف الى الحزام غالبا ما كيكون عندنا فيه 40 سنتيم. طول الحزام 40. نحط نقطه اولا كتهودوا من خط الحزام الخط عفوا من خط الصدر لخط الحزام ب14 سنتيم. صافي. دابا غادي نمروا لخط الارداف. خط الارداف عندي فيه 64 سنتيم. غادي نجي ونحط المتر هكا. اذا من هنايا لهنايا 67 ونرسم خط. دابا غادي نمروا للدورات ديال الصدر والحزام والارداف. اذا غادي نشوف شحال عندي في دوره الصدر. عندي فيها 97. غادي نشد 97 مقسومه على 4. ها هي نقسمها على 4 هكا، نحطها وندير نقطه. بطبيعه الحال نزيد
4 سنتيم ديال الخياطه وديال الوسع. حنا فاش كنجيو ناخذوا العبار، انا ما كناخذش الربع ولا كناخذ الدوره مع الزياده، فلا انا كناخذ الدوره هي هذيك على الزبونه، كنخلي غير فاش يدور لي المتر صافي، وهنا فين كنزيد الزياده صافي. اذا انا رسمت دوره الصدر، غادي ناخذ دوره الصدر شحال عندي فيها 29. داكشي اللي عندي غادي نحطو في دوره الحزام ونقص منه 1 سنتيم، يعني اللي عندي في الصدر غادي نحطو في الحزام ونقص منه 1 سنتيم. اذا غادي نمر لدوره الارداف. دوره الارداف شحال عندي فيها؟ عندي في دورة الأرداف 115. إذن غادي ناخد 115 نطويها على 4 بهذا الشكل ونحطها هكا، ندير نقطة ونزيد 4 سنتيم بحال هكا صافي. هنا غادي نمر باش غادي نلاقي النقاط ديالي. اذا ما بين هاد النقطه وهاد النقطه غادي ندير مسطره البيستولي هكا بحال هكا، وهنايا غادي نرسم هكا هكا، يعني ما بين النقطه ديال الصدر ونقطه الحزام هكذا، وما بين الحزام والارداف هكذا. شوفوا معايا، ندخل هذا لداخل بهذا الشكل هكا وندير بحال هكا صافي. اذا كيف ما كتشوفوا معايا انا هنا غادي نحاول ندير الطول اللي بغيت، غادي نحاول ندير الطول اللي بغيتو ياكو، وغادي نقص منه الطول ديال هذيك الجراره، غادي نقص منه الطول نتاع هاد الجراره. اذا هي الطول ديالها فيه متر و50، هي الطول ديالها عندنا فيه متر و50. اذا غادي نحطو متر و50 في الطول نتاع السيده. اذا الطول ديالها غادي نحطوه متر و50، وغادي نزيدو سنتيم ديال العطفه. سنتيم ديال العطفه هي 2 سنتيم ياكو، وديال ديك القصه اللي غادي تكون هنايا غادي نزيدو 2 سنتيم، يعني سنتيم غادي يتكال من هنا في الخياطه وسنتيم غادي يتكال من هنا في الجراره بالخياطه. كنتمنى يكون واضح. اذا هنايا شحال غادي نزيدو؟ غادي نزيدو 4 سنتيم على متر و50، غادي نزيد 4 سنتيم. اذا ها رحنا زدنا 4 ديال السنتيم، وغادي نجي من هنايا بديك 4 سنتيم وغادي نطلع ب60 سنتيم. هاد 60 سنتيم هي ديال ديك الجراره. اذا ها هي من هنايا لهنا العبار ديال هذيك الجراره اللي عندنا هكا هكا. من بعد ما حيدت هذيك 60 سنتيم وفاش حيت فين زدنا الزيادات ديال الخياطه وبطبيعه الحال ديال العطفه، فديك 60 سنتيم غادي نعاود نخرجها بنفس الطويه
اذا صافي هنايا انا قصيت هذيك الجراره ديالي اللي غتجي من الامام واللي غادي تجي من الخلف. دابا غادي نمر باش نفصل الاكمام. اذا هذه هي القطعه اللي تبقات لي فاش غادي نفصل الاكمام. اذا غادي ناخذ هاد القطعه وغادي نحاول انني ناخذ غير داكشي اللي غادي يكفيني باش نفصل الكم ديالي، يعني ما غاديش ناخذ القطعه كامله. دائما حاولوا تقتصدوا على الثوب ديالكم. اذا هنا غادي نحيد هذوك الزوائد، وهنايا باش نشوف تركيز شحال غادي يكون عندي فيه فغادي نجبدو من الربع ديال الصدر. فغادي ناخذ الربع ديال الصدر كما كتشوفوا بحال هكا. غادي نشوف شحال عندي فيه 29. غادي نقسمها ونحطها بهذا الشكل وندير واحد النقطه هنا. من بعد ما درت هذيك النقطه غادي ناخذ التركيز ديال الظهر، لانه التركيز ديال الامام كيف ما كنعرفوا يعني في فيديوهات سابقه شحال من مره كنحيدوا منه سنتيم، 1 سنتيم بالمقص. اذا نشوفوا معايا غادي ناخذ جهه الباط كنديرها من الفوق والجهه ديال الكتف كنديرها من التحت، وكنرسم الشكل ديال التركيز ديالي بهذه الطريقه. من بعد كناخذ الدوره ديال الذراع. ضروري اخواتي دوره الذراع كي كتاخذوها كتدخلوا واحد 2 صباع ديال الوسع، يعني دوره الذراع مقسومه على 2 وكتزيدوا لها واحد 2 سنتيم. وهنا غادي ناخذ الطول ديالي بشكل عادي، وفاش كنكونوا نركبوا لاستيك فضروري اننا نزيدوا 4 ديال سنتيم لانه لاستيك كيبقى كيطلع. وبالنسبه للعرض فكنديروا 18 سنتيم. وهنا غادي نلاقي النقط اللي كنت درت من قبل. وهنا غادي نسطر بمسطره عاديه. وانا غادي نقص الكم ديالي بشكل عادي. اخوات بالنسبه للتقويره ديال العنق انايا هنايا ما لقيتش الفيديو، كنت صورتها ولكن ما لقيتش الفيديو. فالتقويره ديال العنق كتدخلوا على حسب شحال بغيتو. الا كنتو غادي ديروا فتحه فغادي ديروا 8 سنتيم وكديروا واحد الفتحه. اما اذا كنتو باغيين كول عادي فديروا 11 سنتيم مع هذيك الخياطه غادي تولي لكم 12 سنتيم وغادي يدخل لكم كول عادي. وبالنسبه للبطانه فهي سهله، يعني انا فصلتها معكم وخيطتها معكم شحال من مره. وحتى بالنسبه لهذيك السنتيم اللي كتحيدوها من التركيز. اذا هنايا غادي نفصل هذوك القطع اللي غادي نديروهم في الحزام. وهنا راني كنفصل الحزام اللي غادي يكون داخل الحزام الاول اللي غادي نخيطه. فاحنا غادي نخيطوا حزام لاصق مع اللباس وغادي نزيدو نخيطوا حزام اللي غادي يكون لداخل. اذا هنا اخواتي بالنسبه للخياطه فالخياطه فهي سهله في طبيعه الحال. كتفوتوا السورجي نتوما وشنو كتبغيو، يا اما كتفوتوا السورجي يعني غير كتفصلوا كتفوتوا السورجي، يا اما كتبقاو كتخيطوا وكتفوتوا السورجي، تخيطوا وتفوتوا السورجي. اذا هنا انا جمعتها يعني جمعه عاديه. فكيفاش كنقادوا الكول انا وريته لكم من قبل. الخياطه فالخياطه راكو عارفين خص تكونوا تاقنين، كتقنوا كيفاش تخيطوا. بالنسبه للاستيك غادي نوريكم في عباءه اخرى. انا نسيت البارح كنت كنخيط في الليل ومع الظلمه ما قدرتش انني نصور لكم. اذا هنا عندنا كيفاش غادي نركبوا لهداك الحزام الداخلي. فغادي نجي من هذا الطرف غادي نهود ب14 من هنا لهنا 14 ونجي عاودك من هنا لهنا 14 وندير نقطه ونلاقي هاد النقطه بمسطره وطباشير مع هاد النقطه. وهنا كنجيب هادوك الاطراف اللي صايبت يعني كنحطهم بحال هكا، كنحطهم بحال هكا بحال هكا وكنخيط خياطه اولى بحال هكا خاصها تجي مقاده ما تجيش عوجه. الخياطه الثانيه بحال هكا. هاد القطعه خاصها تكون يعني قدها قد الاخرى. انا هنايا ما كانش كفاني الثوب ودرت 2 قطع وغادي نقادهم على حسب هادي. يعني غادي ندير واحد الخياطه هنايا وغادي نعبر ونقص
ومن بعد غادي نشد المكواه، غادي نطوي هذه بهذا الشكل وهذه بهذا الشكل، بحيث انه يبقى لي هنايا 3 سنتيم من هنا لهنا، 3 سنتيم. فهاد القطعه اللي درت فيها 7 سنتيم. هنا غادي نطوي ومنها غادي نطوي، وخص هنا ضروري تكون عندي 3 ديال السنتيم. هنا غادي نخيط، غادي نطويها نحددها ونجي نركبها معاكم. شوفوا معايا هنايا غادي ندير العبار. كما كتشوفوا انا راني درت السرجي وخيطت هنا في الوسط هذوك 2 قطعات، ودابا غادي نشد العبار ديالي اللي غادي يقدني، وغادي نطوي بحال هكا هكذا، وهنا بحال هكذا. صافي، اذا هذا هو العبار. هنا غادي نقص هكا، هذا غادي يجي بحال هكا، وهنا غادي نقص بحال هكا. هنا تجي لي هذه هكا، ومن بعد غادي نخيطوا ديك السبته باش غادي تدخل لي هنايا، وغادي ندير واحد 2 فتحات هنا في الامام باش نخرجوا هذوك 2 ديال. اذا هذا هو الشريط، غادي نخيطوا، غادي يجي بحال هكا، يعني غادي يجي من الداخل هكذا كتشوفوا. هنايا هنا خصو يجي مقاد مع البياسه ديالنا، ما تجبدوا ما حتى شي حاجه. اذا هكا، وهنا جبت شويه بحال هكا هكذا هكذا، وهنا نطوي هنا ونطوي هنا. صافي، وندير خياطه هكا ندور عليها، ونولي ندير خياطه هكا وندور عليها. الا ما قدرتوش ديروا الابره والخيط الفوفيل، يعني ديروا الابره والخيط عاد باش خيطوا، ولا ديروا الفنايت. البنات صراحه كنت غادي نفوت هاد المرحله، ولكن ضروري انني نوريها البنات المبتدئات. فباش تركبوا هذا الخيط هانتوما ديروا ابره وخيط، ديروا ابره وخيط، وغادي تجيو من هنا وغادي تثبتوا هنايا. ما تثبتوش مع الوسط، يعني ضروري خصكم تحددوا الوسط من الجهه الاماميه، تحددوا الوسط وتطويو واحد شويه هنايا. صافي، كتبداو تخيطوا. الطريقه ديال الخياطه كيفاش كنشدوا بحال هكا، ياك كنشدوا هذا الخيط بحال هكا، وكنتبعوا داك الطراساج اللي درنا. ها راني تبعت الطراساج اللي درنا، بحيث داك الطراساج خصو يجي الوسط. غادي نقبض هنا وندخل يدي من الرقبه، ها نتوما ندخل يدي من الرقبه هكا 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 ونقبض، وهنا ندير واحد الفنيته ولا ابره هكا. صافي، وهنايا نكمل الخياطه ديالي بشكل عادي وانا مدخله يدي من الرقبه هكا، كنقبض الثوب ها نتوما بحال هكا. حاولوا انكم ما تقبضوش الثوب التحتاني هكا هكا، وانا غاديه هانتوما بقى غاديه حتى نوصل للجهه الاخرى. يعني ضروري نكون متاكده بلي هذا راه جاي الوسط، ولا نقادو انا هكا بحال هكا. بحال هكا هانتوما نولي عاوتاني نقاد مع الخط ديالي، نقاد هكا الثوب مزيان بحال هكا هكذا، ونقبض عاود بالفنيته ونكمل بشكل عادي. ومن بعد غادي ندير خياطه من هنا وخياطه من هنا. هانتوما نقبض ندخل يدي من الرقبه ونبدي نخيط. اخواتي بالنسبه لهذيك الترشيفه اللي كتكون في الجراره ديال اللباس اللي كتكون
لتحت. هذيك كنكبر الغرزه ديالي، الغرزه على 5، كنخيط بشكل عادي. فاش كنكمل الخياطه كنخلي الخيط طويل، يعني ما كنقصوش هذوك جوج خيوط كيكون عندي بالتحت وبالفوق، كنجبد واحد الخيط منهم كنبقى نجبدو وهو كيعطيني هاد التشرشيفات هكا. وصافي هنا غادي نوزع هذوك التشرشيفات على اللباس، يعني فاش غادي نلقي القطعتين وغادي ندير العطفه، وبهذا كيكمل الموديل ديالنا.